تعالي احكي لك لما ضيعت عليا احلى هديه جت. معاكي هبه فوزي NLP لايف كوتش. حصل رفضت هديه كانت جايه على اسمي ومتفصله عليا مخصوص، والاغرب دايما عجباني هدايا ناس تانيين، وقعدت الف وادور عشان الاقي نفس الهدايا اللي معايا، ولقيت فعلا زي بتاعتهم بالظبط وما ارتحتش، لقيتهم مش شبهي. هل الكلام ده منطقي؟ طب هل بيفكرك حاجه تانية؟ انت كمان بتعملي كده بس عن غير وعي. ازاي؟ كل واحده فينا جواها الهديه بتاعتها هي، شغفها وموهبتها هي، ومع ذلك وتبص على هدايا الناس التانيين ومواهبهم لانها اتاثرت بيهم، في حين مش محتاجه تدور بعيد ولا بره، محتاجه بس انها تقوي العلاقه بين عقلها اللاواعي وما بين قلبها واحساسها. انا بعمل لك ده ورشه اكتشف شغف. ايوه، اشرح لك بالظبط ايه اللي احنا بندور عليه عشان انا عقلك وافهمه كويس احنا بندور على ايه، وبعدها بحطك في مود معين عشان اقوي العلاقه والكونكشن ما بين عقلك وقلبك، وبنعمل مديتيشن وتمارين تخلي احساس القلب عندك عالي، وبعدها بنعمل امتحانات سريعه ورا بعض عشان عقلك الواعي ما يلحقش يفكر وعقلك اللاواعي هو اللي يختار، ومن هنا تكتشفي شغفك موجود جواكي انت، ما راحش في حته. فلو انت مهتمه تكتشفي هديه ربنا جواكي، اختاري معانا ورشه اكتشفي شغفك. اكتبي مهتمه هنبعت لك التفاصيل وبس. خلاص.